السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ايزي كوزينة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. وتم تحضيرات العيد اليوم ان شاء الله غنحضر معكم الصابلي. غتشوفوا معايا ان شاء الله جميع الاسرار باش يجيكم صابلي مقرمش ويحافظ على القرمشه ديالو مده طويله. ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. فغنحتاجو 250 غرام من الزبده مارغرين تكون بحراره المطبخ. انا كنستعمل بونه، 2 كيسان من السكر سنيده، كاس من الزيت، 2 بيضات، قبصه ملح، ملعقه كبيره من الكراميل. غنحتاجو كذلك نكهه الكراميل والنكهه ديال الفانيليا، يمكن لكم تستعملوا فاني بودر. وغادي نحتاجو كذلك المكون السحري اللي كيخلي الصابي ديالنا يجي مقرمش، اللي هو ملعقه كبيره من الجليكوز. وهنا استخدمت ملعقة كبيرة من النيدو أو الحليب مجفف اللي حمرته شوية باش كيعطينا مذاق رائع في الصابلي ديالنا. واخيرا الدقيق الابيض اللي غربلته من قبل. غادي نكتب لكم الكميه اللي استعملت في صندوق الوصف. ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ هاشوار، غادي نقطع فيه الزبده ديالي، غنضيف السكر وغنضيف الزيت والبيض وجميع المكونات. غادي نحاول انني نديرهم في الهاشوار ديالي باش غنطحنهم. انا كنستعمل هاد الطريقه كتجيني اسهل وكتوفر لنا الوقت وما كتعذبنيش في الخدمه، خاصه الا كانت الزبده قاصحه. كما كتشوفوا معايا كندير كل شيء في الهاشوار وغادي نحاول انني نطحنهم. هذا هو القوام ديال الزبده ديالنا من بعد ما طحناها مع جميع المكونات. كتجي رخوه ورطبه. غادي نخويها في شي قصريه او لابول وغادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. وانا كنجمع العجينه ديالي بالاصابع. الصابلي ما كيبغيش يتعجن، حيت هذا هو السبب باش كيتقلص لينا الحجم ديال الصابلي ديالنا من بعد ما كنقطعوه. كنحاولوا نجمعوا بالاصابع ديالنا وبشويه وحنا كنضيفوا الدقيق تدريجيا. بالنسبه لي انا غادي نقسم العجينه لقسمين، النصف غنخليه بالنكهه ديال الكراميل والفاني، والنصف الاخر غنضيف ليه القليل من الكاكاو والملون الاحمر. من بعد ما قسمت العجينه لقسمين فغنبدا نضيف الدقيق على النصف الاخر حتى كتجمع ليا العجينه ديالي. وكيولي القوام ديالها على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، كتكون رطبه وفي نفس الوقت شاده في راسها. من بعد غادي نغطيها بفيلم اليمونطير وغادي نخليها ترتاح في الثلاجه نصف ساعه. غنجيب النصف الاخر من العجينه، غادي نضيف عليه ملعقه صغيره من الكاكاو، كنغربلهم مزيان. من بعد كنضيف القليل من الملون الاحمر. ندير هذا المزيج ما بين الكاكاو الملون باش كيعطيني واحد اللون احمر اللي يكون مغلوق شويه. من بعد كنكمل بالدقيق حتى كتجمع ليا العجينه ديالي. من بعد ما تجمعت العجينه كما كتشوفوا معايا غنديروا نفس الشيء، غندير لها فيلم اليمونطير وغنديرها في الثلاجه ترتاح نصف ساعه. بعد مرور نصف ساعه غادي ندوزو نخدموا الصابلي ديالنا. انا غادي نبدا باللون الابيض. غادي ناخذ قطعه منه وغادي نحاول انني ندلكها ما بين جوج ديال البلاستيكات. يمكن لكم تستعملوا ورق ديال الزبده كذلك. ما تسرحوش العجين ديال الصابلي بالدقيق باش ما يقصحش لكم، حيت فاش كديروا الدقيق كيتشرب داك الدقيق وكيولي يتفرتت لكم في الاخير. من الاحسن انكم تسرحوا ما بين جوج بلاستيكات بحال هادو او لا تستعملوا ورق الزبده. من بعد ما سرحت العجينه ديالي كما كتشوفوا معايا، هذا هو السمك ديالها. الصابلي كنديروه رقيق باش كيجينا مقرمش. غادي نقطعو بالقطاعه. انا استخدمت هذه القطاعه ديال الورده، يمكن لكم تستعملوا اي قطاعه متوفره عندكم. من بعد ما قطعنا العجينه غادي نحاول انني نديرهم في صينيه الفرن اللي فرشتها بهذا السولبات.
اللي كيكونوا فيه دوك الحفيرات كيعطيو واحد المنظر رائع وراقي للصابلي ديالنا. يمكن لكم تكتفيو غير بورق ديال الزبده، ولكن هاد الشيء الباط كيعطي شكل جميل للصابلي. من بعد ما استفت الصابلي ديالي في الطاوه، فغادي نديرهم في الفرن اللي يكون مسخن من قبل على 180 درجه. كنديروا الطاوه في الفرن وكنقصوا للعافيه حتى ل 150، ما بين 150 و 160 درجه. الصابلي كيبغي يطيب على حراره اللي تكون منخفضه باش كيتحمر على خاطرو من برا ومن الداخل، باش كيبقى لينا مقرمش مده طويله. وهذا هو الصابلي ديالنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما طاب، كياخذ لون ذهبي رائع كما كتشوفوا معايا، محمر من التحت ومن الفوق، كيجي مقرمش. غير خصكم تخليو العجينه رقيقه ما تغلظوهاش. ومن بعد ما سرحت القطعه الثانيه من العجينه، فقررت انني نقطعهم على هذا الشكل وندير لهم حفره في الوسط. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا حتى هما. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي كميه العجينه كامله. من بعد كنصايب العجينه الثانيه اللي لونتها باللون الاحمر، كناخذ كذلك قطعه وكنسرحوا بنفس الطريقه. هنا اختاريت انني نقطع بهذه القطعه هذه كما كتشوفوا معايا، حتى هي كيجي الشكل ديالها رائع. من بعد ما قطعت العجينه كامله، غادي نستفهم كذلك فوق صينيه ديال الفرن اللي فرشها كذلك بالسلبات، وغنديرهم في الفرن اللي يكون مسخن على 180 درجه. كنهبطوا الحراره ما بين 150 و 160. وهذا هو الصابلي ديالنا من بعد ما طاب وخدا واحد اللون كذلك اللي كيكون ذهبي خفيف كما كتشوفوا معايا، ما كنفوتوش فيه الطياب يعني باش كيحافظ على اللون ديالو الاصلي. ومن بعد ما ساليت الطياب ديال الشكلين بجوج كما كتشوفوا معايا، كيخرج لينا كميه لا باس بها. هاد العجينه كتجي ناجحه 100% كما كتشوفوا معايا. الصابلي ديالنا محافظ على الشكل ديالو ما تقلش من بعد ما طاب. ودابا غادي ندوزو للتزيين. بالنسبه لهاد العجينه اللي كتكون في هذا اللون اولا اللي كنديروا فيها الكاكاو، فكنحاولوا نديروا قطعه من الصابلي الابيض معاهم في الصينيه ديال الفرن باش كنعرفوا انه واش تحمروا ولا ما تحمروش، باش ما نفوتوش فيهم الطياب. وبالنسبه للتعليكه اللي غنسقوا بها صابلي هي هذه، كنستعمل فيها كاس ديال العسل، كنديروا فوق البوطه يغلى. من بعد كنضيف عليه 20 قطعه من الشوكولاته البيضاء. من بعد كنخلط الكل حتى كيذوب ليا الشوكولاته، وكنقسمو الاجزاء وكنضيف كل جزء كنضيف ليه النكهه اللي بغيتو. بالنسبه لي انا جزء ضفت ليه النكهه ديال الكراميل كما كتشوفوا معايا هي باش غادي نلصق، وجزء اخر ضفت ليه النكهه ديال الفريز والنكهه ديال الفرامبواز باش عطاني داك اللون الاحمر. بالنسبه للشكل الاول ديال الصابلي، غادي ناخذ الجزء العلوي اللي درت فيه الحفره، غادي ندهنوه بشويه ديال التعليكه ديال الكراميل، وغادي نحاول نلصق فيه الكاوكاو اولا اللوز كونكاسي. بالنسبه لي انا استعملت اللوز كونكاسي اللي حمرته شويه في الفران. كنحاولوا اننا نلصقوه فوق التعليكه ديال الصابلي. من بعد غادي ناخذ الجزء السفلي ديال الصابلي ديالنا، غادي ندهنوه بالتعليكه اللي نكهناها بالفريز، وغادي نحاولوا نلصقوا الجزء العلوي فوق الجزء السفلي كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل حتى كنتحصلوا على الصابلي ديالنا. كما كتشوفوا معايا كيجي الشكل ديالو رائع. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه ديال الصابلي اللي عندي. من بعد ما ساليت التزيين ديال الشكل الاول، هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. غادي ندوزو دابا للتزيين ديال الشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني فغادي نلصق كل قطعه مع القطعه اخرى
التعليكه اللي عندنا بنكهه الفراوله. غنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي الكميه كامله ديال الصابلي اللي عندي. ومن بعد ما لصقنا الصابلي ديالنا غادي نجيبو الشكلاط بيض اللي ذوبناه في حمام مريم، وغادي نحاولوا نغطسوا جزء من الصابلي ديالنا بهذا الشكل اللي يكون مائل. من بعد غادي نحطوه فوق ورق ديال الزبده وغادي نزينوه. بالنسبه للتزيين يمكن لكم تزينوا اي حاجه متوفره عندكم، اي حاجه بغيتو. بالنسبه لي انا فقررت نزين بالفوتي اللي بنكهه الفراوله وبالورد البلدي وبهذا النوع ديال الورود اللي كيتباع في جميع محلات بيع مستلزمات الحلويات. انا هنا كل حبه غادي نزينها بنوع، يمكن لكم تكتفيو غير بنوع واحد. وغنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي كميه ديال الصابلي اللي عندي. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه ديال لي صابلي ديالنا بجوج. كما كتشوفوا معايا كيخرجوا كميه معقوله. هاد الصابلي كيجي ناجح 100%، كيجي مقرمش من برا ومن الداخل، وكتجي ديك التعليكه رائعه. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بالصابلي فكنديروه في علب اللي تكون محكمه الغلق، وكنسدوهم مزيان باش ما كيدخلش ليهم الرطوبه، باش كيبقى الصابلي ديالنا محافظ على القرمشه ديالو. بالنسبه لي انا كنديرهم في علب وكنغطيهم بالفيلم اليمونتير او البلاستيك الغذائي، كندير معاهم قطعه ديال السكر كتخلي ان الصابلي ديالنا كيحافظ على القرمشه ديالو. كنسدهم مزيان وكنخليهم في مكان اللي يكون بعيد على الرطوبه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش بارطاجيو لاشين مع صحابكم واحبابكم. وإلا عندكم اقتراحات الفيديوهات المقبله خليوها ليا في لي كومونتير. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.